السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، معاكم هدى محمد، والنهاردة هنعمل مع بعض بنص كيلو دقيق 4 فطاير في منتهى الجمال والنظافة والحلاوة. حاجة كده يعني وهمية. يلا بينا نسمي ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل الوصفة الحلوة بتاعتنا دي ازاي. أنا هنا وزنت قدامكم اهو نص كيلو من الدقيق. دقيق متعدد الأغراض، أي نوع، مفيش أي مشكلة خالص، لأن احنا عاوزين دقيق يكون عرقه قوي. خدت معلقة صغيرة من الملح، ومش هضيف حاجة تاني خالص غير المية. انا هنا المفروض معايا كوباية ونص من المية، بس انا هحط كوباية واحدة اهو قدامكم، والنص كوباية التاني هشوف هحتاج منه قد ايه. انا احتاجت من النص كوباية التانية اهو ربع كوباية، وسبت ربع كوباية كمان على جنب. فالدقيق بتاعي ما خدش مية كتير، واحتاج كوباية وربع بس. ممكن انتي تحتاجي كوباية ونص، فتمام. اهم حاجة توصلي لشكل العجين اللي هوريهولك. بصي عجنت شوية، طبعا انا مجريه الفيديو كتير علشان خاطر بياخد وقت في العجن. اول ما العجينة تبقى بتتقطع في ايدك يبقى كده محتاجة تتعجن تاني اكتر شوية. نقلتها في صينية عشان اعرف اعجن براحتي، وبعجن شوية واريحها 5 دقايق. اعجن 5 دقايق واريحها 5 دقايق علشان تعرفي كده شكل العجينة معاكي تكون ملساء وناعمة وما بتتقطعش. طول ما هي بتتقطع معاكي يبقى هي لسه محتاجة تتعجن شوية. انا كده العجين بتاعي تمام اوي، واخد كفايته من المية ومش محتاج مية، بس هو محتاج يتعجن اكتر زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة ان انتوا لازم تريحوا العجينة بين كل شوية وشوية، ريحوها بين كل شوية وشوية، ريحوها علشان خاطر كل ما العجينة بتريح كل ما بتدوا فرصة للجلوتين اللي في الدقيق يطلع ويعمل لك عرق قوي، ويخلي الفطيرة بتاعتك ما تتقطعش وما تتفتقش منك. زي ما انتوا شايفين كده اهو، بصوا كده اتعجنت تمام التمام، وبوريكم اهو بفردها جميلة وما بتتقطعش. هنقلها بقى المفروض في الطبق ده دهنه زيت، وادهن وشها كمان زيت. طبعا انا نسيت، فعلشان بس ما تلزقش منكم. وهغطيها واريحها ربع ساعة. وده شكل العجين بعد ربع ساعة. طبعا لو الطبق مدهون زيت ما كانتش هتلزق مني كده، بس برضو طلعتها مفيش اي مشكلة خالص. بس بقول لكم علشان بس تاخدوا بالكم، ادهنوا الطبق ودهنوا وش العجينة. هجيب بقى العجينة بتاعتي بقى وهفردها في صينية كبيرة. طبعا نقلتها من الصينية دي حطيتها في الصينية الكبيرة عشان اعرف افردها مستطيل كبير كده، واورقها بقى بالزبدة وبالسمنة البلدي بتاعتي. هفردها بقى على شكل مستطيل كبير كده كأنك بتعملي سينابون. وهجهز بقى حوالي 100 جرام كده من الزبدة، يعني حوالي 4 معالق من الزبدة على السمنة البلدي على معلقة قشطة. قلبي كله مع بعضه كده، ودهيني بقى ايه العجينة كلها بالزبدة كده. دي طريقة سهلة جدا جدا، بدل ما تقعدي تفردي وتعملي وتطبقي وتعملي. فالطريقة دي هتبقى حلوة قوي جدا وسهلة معاكي وهتنجز معاكي في الوقت. طبعا وزعت شوية بالمعلقة الأول، وبعد كده هبدأ أفردها وأوزعها بإيدي طبعا علشان أعرف أتحكم فيها وأوزعها كويس. بعد ما أدهن كل طبقات العجين، كل طبقة العجين كلها، هتأكد ان مفيش اي حاجة سبتها خالص من غير ما ادهنها مادة دهنية. تقدري تستخدمي سمنة على زيت، تقدري تستخدمي زبدة وسمنة بلدي، تقدري تستخدمي معاهم قشطة. بصي براحتك وانتي وذوقك واللي بتحبيه، مفيش اي مشكلة خالص. هبدأ بقى ألف العجينة برضو زي السينابون بالظبط. بصوا واقفلها كده حتة بحتة كده، وقفلي عليها قفلي عليها علشان خاطر طبعا لو انتي في الصيف هنريح العجينة في التلاجة. لو انتي في الشتاء مفيش مشكلة، العجينة هتبقى متماسكة معاكي والزبدة مش هتفك ولا هتسيح خالص. بس يفضل انك تريحيها في التلاجة، هتغطيها بكيس بلاستيك وهتدخليها التلاجة. انا قفلت عليها كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده، وحطيتها بقى في صينية صغيرة كده ودخلتها ايه التلاجة 10 دقايق. وبعدين هطلعها اقطعها، بس بوريكم بس الطبقات بقى. بصوا التوريق كل ده هيبقى مورق بقى لما نيجي نسويه. انا قطعتها على 5 قطع. تقدري تقطعيها على 6 قطع، على 4 قطع، براحتك زي ما انت عايزة. وكل ما انت عاوزة حجم الفطيرة اصغر او اكبر براحتك. انا قطعتها على 5 قطع، عملت منها 4 فطاير، منهم كورتين حطيتهم في بعض عشان اكبر الفطيرة شوية. ريحتها في التلاجة وزي ما قلت لكم، وحطيتها في طبق وغطيته بكيس بلاستيك. بعد كده هطلع بقى كل قطعة كده من العجين وهفردها زي ما انتم شايفين كده مستطيل طويل.
بعد ما افردها كمستطيل كده هطبقها زي الظرف واعملها كورة وهسيبها تريح تاني. مهم جدا كل شوية ان احنا بعد ما نفرد العجين نريحها تاني. زي ما قلت كل ما بنريحها كل ما بتخلي تدي فرصة للجلوتين اللي في العجين يخرج ويعمل لها عرق حلو وما يخليهاش تتقطع منك لما نيجي نفردها في المرة الأخيرة. زي ما انتم شايفين كده قفلتها اهو على بعضها 4 طبقات كده، وهلمها مع بعض زي الكورة وهتسيبها علشان تريح تاني ربع ساعة كمان. على ما اخلص ال5 كور هبدأ بآخر كورة اللي هي اول كورة عملتها في الاول خالص هبدأ بيها علشان افردها. تقدري بقى ال5 كور دول تعمليهم فطيرة واحدة، وتقدري تعملي كل كورة فطير صغننة زي بتاعة الفرن كده، مفيش اي مشكلة. على حسب الحجم اللي انتي محتاجاه اشتغلي، مفيش اي مشكلة. فاذا هتعمليها فطيرة كبيرة حطي كل كورة افردي الكورة حطي واحدة جواها، وبعدين افرديهم الاتنين، وبعدين حطي التالتة وافردي التلاتة، وبعدين حطي الرابعة، وبعدين الاخيرة، وبعدين هتبقى بشكل كبير زي ما انت شايف. انا فردتهم هنا زي ما انت شايفين كده، واحدة كبيرة والتلاتة صغيرين. هدخلها بقى فرن سخن النار متوسطة من تحت، والشواية كمان لو عندك بتشتغل معاه شغليها، ويطلع بقى زي ما انتم شايفين كده مورق كده ولونه ذهبي وتحفة. وبصوا طبقات كده من جوه وطعمه في منتهى الجمال. يا رب تعجبكم الوصفة وتجربوها، حاجة في منتهى السهولة. ويلا اعملوها بقى ايه اهو، مش مكلفة اي حاجة، شوية عسل وجبنة وناكل بقى ايه بالهنا والشفا، عشان ايه نقضيها كده على ما رمضان يبدأ. السلام عليكم. ليل ويا نهار يا رمضان وكبر وصغار، يا رمضان ليل ويا نهار يا رمضان وكبر وصغار. يا رمضان بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا